بدنا نشوف هلا شلون استووا الباذنجانات. على طول بتاخذ الصحن وبتاكل جوا ابوك ياكل يعني. لعود الحق لكل صبيه ولكل عزابي او مثلا ست متزوجه جديد بتحسن تعملها الاكله ولا ناخذها وحده كمان فلفله خضراء نعطيه هيك كمان. مساكم يا غوالي، كيفكم؟ ان شاء الله تضلوا بخير، ورجعنا لكم من جديد باكله وحلقه غير شكل. اكله كثير طيبه بحبوها كثير اولادي، وانا من عشاق الباذنجان. هي اكله منزله الباذنجان بيقولوا لها القلب المجروح. طبعا هون بتركيا كثير مشهوره هي الاكله، يعني من اشهر 10 اكلات معروفه جدا في تركيا. الاكله اسمها كارنيارك، أكلة عن جد ولا أروع من هيك. طبعا قلب المجروح. أنت كثير بحبها برهوم القلب المجروح. أطيب شيء هي الأكلة، واكتبوا لنا أنتم بالتعليقات إيش بتسموها الأكلة؟ هست المكونات كلها احنا عنا بنقول له باذنجان، اسمه باذنجان. لازم يكون كبير، بيض العجل، ما بيأثر إيش نوع الباذنجان اللي بتحطه أنت، ما بيأثر. تمام لهالأكلة. أنا عندي الباذنجان متوفر، هاد كثير ظريف. عندي هون نص كيلو لحمة غنم مجروشة بلدي. تمام، بندورة، فلفلة، بصل، توم، بهارات. رح نعملها مع بعض ونفرجيكم كيف طريقة الأكلة عن جد بتجنن ولا أروع منها. القلب المجروح. تمام، أنا من عشاق هاي الأكلة. هيك حب رهوم يسلم عليكم ويقول لكم مرحبا، كيفكم؟ إن شاء الله تضلوا بخير. يسعد لي اياكم حبايب القلب. لا تنسونا بدعمكم بالقناة، وإذا دخلتوا على القناة جديد وما كنتوا مشتركين لا تنسوا حطوا لايك وتشتركوا وتفعلوا زر الجرس عشان يطلع عندكم تك تك. بمحضرة الطعام عندي هون كيلو بندورة مقشرة منيح مجروشة، وأنا راح أعملها هلا دور. عملتها دور، راح أعملها دور تاني. تمام، ناخذ شوي من تحت. تمام، شايفين كيف؟ نرجع بناخذ من هون شوي، مو كتير. تمام، بنشيل هدول الزوايد، وبعدين بنقصها بالنص، بناخذها بالبشاره هيك بهالطريقه. تمام، بنقشرها حزوز حزوز، بقى انتم شو بتسموها ما بعرف يعني الطريقه كيف، بس هي هيك بهذا الشكل. بعد ما نعملهم كلهم رح افرجيكم عليهم كيف. بنفضي قلبها بهذا الشكل، شايفين كيف؟ قد ما بنحسن بناخذ من قلبها هيك بهذا الطريقه. بناخذ هيك لحتى نفضي قلبها. تمام، بهذا الشكل. الباذنجان دائما بدي يكون قلبه ابيض. تمام، بس كان قلبه غامق كثير بيكون هذا الباذنجان ما طيب. حطيتهم بمي انا مشان ما يسودوا، لاني بياكلوا وقت شوي لما ما نخلصهم. تمام، رح صفيهم كلهم هيك بالمي. تمام، شو بنعمل هلا؟ زيت الفرن. تمام، بناخذ الزيت شوي، زيت بلدي بده يكون زيت زيتون. بنحط مقدار تقريبا معلقه زيت. تمام، ندهنها كلها هيك بأرض الصينيه. تمام، اول شيء ناخذ الباذنجانات كل وحده تقريبا نقطه زيت. تمام، رح نصفهم كلهم نعملهم بهالطريقه. بعد ما دهنتهم زيت زيتون بلدي. تمام، شايفين بهالطريقه. رح احطهم بالفرن مقدار 20 دقيقه لحتى ينشوا كثير منيح، فوق وتحت الفرن بده يكون. تمام، بهالطريقه. شايفين كيف حطيناهم بالفرن. نشغل تحت الغاز على الطواية، بنخليها تحمى كتير منيح. معلقة وسط زيت زيتون بلدي، هو النباتي ما بيأثر بس الزيتون بتم أفضل. نص كيلو لحمة كتير ظريفة بدها تكون، ونخليها لحتى تتحمس كتير منيح. تمام، كل شاب ولكل صبية ولكل عزابي أو مثلا ست متزوجة جديد بتحسن تعملها الأكلة ولا أسهل من هيك. أنا هون معي كيلو بندورة، رح نزل معها معلقة وسط، يعني بدنا نكون بهالشكل. تمام، دبس بندورة. رح حط معها 7 بهارات، ربع معلقة وسط. رح حط معها ربع معلقة صغيرة ملح، بالإضافة حطيت معهم سنين توم. تمام، رح اخلطهم كثير منيح. هون بتم محمسها لحتى تستوي أول شيء اللحمة، بعدين بنزل البصل. تمام، هيك بنخلطهم كثير منيح، بنخلطهم كثير منيح. هلا محضرتهم. البصل في عالم تعمله ناعم كثير، لا انا بحبه شرائح بدي يكون بهي الاكله. تمام، لان هاي اللي بيقولوا لها القلب المجروح، يعني بدي يكون المكونات الخضره اللي فيها كلها واضحه. بننزل البصل عليهم رأسا هيك بهالطريقه. نص معلقه صغيره بهار، ونص معلقه صغيره ملح. بنحركهم كثير منيح لحتى تتحمس اللحمه كثير منيح. بنوطي تحتهم شوي، ما تكون نار عالي كثير، يعني بتعود
تنشف اللحمة وبتحترق وما بتطلع ناجحة، هم بتعود بتنشف رأسها. لا بنعيفها على نار هادية هيك بهالطريقة. معنا فليفلة من هي الفرنجية بيقولوا لها، نعملها بهالطريقة شرائح. الفليفلة الحمراء جدا جدا طعم وشكل ولون. هلا هي مو للزينة، هي للحمة، تمام؟ وهلا هيك بننزلهم على اللحمة مقدار تقريبا فليفلة واحد أحمر وواحد ثاني أخضر. وهلا هيك بنحركهم كلهم ببعض، بنعيفهم لحتى يستووا كثير منيح. شايفين لونه يا جماعة؟ بعد ما خفقته أنا عم حضرت الطعام طلع بجنن طعم وريحة. شايفين كيف اللون؟ شايفين مع البصلات هيك شلون استووا مع الفليفلة الحمراء الخضراء. الريحة غير شكل عن جد عمي. هي بس حط لها هيك معلقتين برغيف خبز ورأسا على المعدة، أكلة غير شكل. يعني هي لحالها هي لحالها باكل منها هيك. هلا راح تستوي اللحمة طبعا مع استواء الباذنجان اللي حطيته بالفرن. بدنا نشوف هلا شلون استووا الباذنجانات. شي كيف؟ حرام. نرجع بنحطها بالفرن مرة ثانية. تمام؟ استوت اللحمة تمام مع الفليفلة والبصل وكل شيء مكونات حطيتها تمام. هلا هيك بنطفي تحتهم ونفضي الصوص بهالطريقة. بعد ما فضينا الصوص بنصف الباذنجانات هيك حسب الليجات اللي عندك. هلا هو لازم يكون مربع بس انا ما عندي مربع، اعمله بهالطريقه. تمام؟ ما صفينا الباذنجانات تمام كلهم بهالطريقه فوق الصوص. ننزل عليهم اللحمه نعبيهم كثير منيح. صفيتهم كلهم بهالطريقه. البقدونس ما بنحطه على الطوايه بالنار على الغاز تمام مع اللحمه ما بيمشي الحال. تسود البقدونس. زينتها طبعا فليفله الحمراء وفليفله الخضراء هي الاساس. الفرن بده يكون درجة حرارة 200 لمدة تقريبا ثلث ساعة بكفي. دخلها على الفرن وهلا هيك طلعت من الفرن. شايفين كيف منظرها غير شكل. عن جد شيء ما بيشبهه أي شيء. شيء لا يوصف بس بالكلام، بالنظر، بالطعم. عن جد أكلة بتجنن. بدي اكل ما هيك تدخل فيها خلص تاكلها كلها. طبعا تدخل فيها من أولها بتطلع من آخرها. شايفين يا جماعة؟ عن جد غرام غرام نازلة نيفا. يعني هاي الأكلة غرامي أنا. كل شي فيه باذنجان أنا بحبه كتير. شايفين يا جماعة؟ ناخدها هيك شوي من هون كمان من الصوص غير شكل. ناخدها وحدة كمان فليفلة خضراء. نعطيها هيك كمان وحدة فليفلة حمراء. عالم كتير بتاكلها مع رز تمام، وعالم بتاكلها من دون رز. أنا بحبها من دون رز. أكلتي المفضلة. يعني ما بحسن استنى ولا دقيقة. نعطيها وحدة مع الصوص. أول شي هيك قطعة باذنجان مع اللحمة مع الصوص. ناخذها وحدة فليفلة. هي لألي. لا لألي. صحتين وانا. اوه عن جد غير شكل. هذا الشيء ما بيشبهه اي شيء يا جماعة. عن جد أكلة ولا أطيب من هيك. دائما أهم شيء بدها تكون اللحمة من نوع كتير كتير جيدة وظريفة. واللحمة غنم بلدي. اوه بدي اخدي وحدة تانية. أنا ما بحسن هيك. روحي جايكي عطايك. شي طيب جربوها. نصيحة. فليفلة الحمراء غير شكل. وهي لقمة ثالثة كمان لمين؟ ملهوف. اوه غيارة. صحتين وهنا. وهيك هلا بيكون وصلنا لنهاية الفيديو. ان شاء الله يكون عجبتكم الوصفة وعجبتكم الطريقة. هاي الأكلة مشهورة ب10 أكلات رئيسية في تركيا هون عنا اسمها قرن يارك. تمام؟ عالم تقول لك قرن يارك، عالم تقول لك قلب المجروح، عالم تقول لك نزلت الباذنجان. انتم شو بتقولوا لها؟ شو الاسم؟ اكتبوا لنا بالتعليقات. وان شاء الله هيك يكون عجبكم الفيديو اللي بس نعمل قدمناه لكم اياه. انستغرام. طبعا وراح اسجلكم كل المكونات كلها بصندوق الوصف. واذا دخلتوا على القناه جديد وما كنتوا مشتركين لا تنسوا حطوا لايك وتشتركوا بالقناة وتفعلوا زر الجرس مش هيطلع لا النت تنضموا لعائلتنا مشان يوصلك الاشعار. مو مشان شيء، مشان يوصلك الاشعار وتكون معنا مستمر اول باول. يسعد لي اياكم حبايب القلب. ونحن بهمنا الشعب اللي بيحبنا
الشعب اللي بيحط لنا اللايك على مجهودنا على الاكل اللي عم نقدمها. ما بيهمنا اي انسان يحط لنا لايك وما يتابع القناه. يسعد لي اياكم حبايب القلب، وهلا هيك بنقول لكم باي باي. انا اخذ الصحن واروح اكل عشان اطعم ماما كمان. على طول بتاخذ الصحن وبتاكل جوا، إيه، ابوك يجي ياكل يعني. خليني وانا اكل ليش؟ دعوة الحقك. من طعمي امي، يلا يلا.